السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الكريب الحادق. هنعمله بقى في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا ومش مكلف خالص. ببضاية واحدة هنعمل الكريب القمر ده. وكمان الناس اللي ما عندهاش طاسة تيفال هقول لكم بقى البديل اللي احنا هنعمل بيه الكريب. شايفين شكله ازاي؟ ما شاء الله تحفة جدا. يلا بقى لو بتشوفوني اول مرة، انا ام رودي، دي قناتي ام رودي في المطبخ. انزلوا بقى حطوا لايك واشتراك لو الفيديو عجبكم، وفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد وكل شعار انا بنزله على القناة. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف عملنا الكريب بالقمر ده ازاي. يلا بينا. نسمي الله بقى ونبدأ في الخلاط. بقى عندي بيضاية زي ما اتفقنا ان احنا الكريب هنعمله ببيضة واحدة، وكمان عندي كوباية من الحليب وكوباية من المية. الكوبايه اللي انا عايرت بيها الحليب هي اللي انا عايرت بيها الميه. تمام. نزلت كده بالميه والحليب، وكمان هنزل معلقه صغيره من السكر. وطبعا الكريب بتاعنا النهارده حادق، فهبتدي انزل برشه من الفلفل الاسود وربع معلقه صغيره من الملح. وكمان عندي معلقتين كبار من الزيت. عندي كمان 3 كوبايات من الدقيق. هنزل باول كوبايتين، والكوبايه التالتة دي هسيبها على جنب. لا احتجتها كلها لا احتجت نصها، على حسب نوع الدقيق. تمام. يعني هضرب الكوبايتين الاول مع الخليط، وهسيب الكوبايه التالتة دي على جنب. تمام كده. خلاص كده ضربتهم وحسيت ان الخليط لسه محتاج دقيق، فهنزل كمان بنص كوبايه من الدقيق، مش هنزل اكتر من كده. تمام. وهضربهم برضو واشوف انا هحتاج دقيق تاني ولا لا. انا محتاجتش النص الباقي من الكوبايه الدقيق اللي هي الكوبايه التالتة. يعني انا اخدت كوبايتين ونص من الدقيق. انت بقى على حسب نوع الدقيق ممكن تاخديها او ممكن تاخدي اقل اكتر، على حسب نوع الدقيق. ابتديت بقى اصفي الكريب، لان انا عايزه الخليط بتاعي يبقى ناعم جدا ومفيهوش اي تكتلات. خلاص كده زي الفل. وده السمك بتاعه بظهر المعلقه كده، عملت بصباعي، ما سابش علامه كده. العجينه مظبوطه جدا. هغطيها بقى وهسيبها لمده ساعه في التلاجة، بس اهم حاجه نغطيها. نيجي بقى للتسويه. احنا اتفقنا في اول الفيديو الناس اللي هي ما عندهاش طاسه تيفال هنعمله النهارده في الحله تيفال، صينيه تيفال، اي حاجه موجوده عندك، ما توقفيش نفسك، كله هيمشي مش هيقول لا. تمام. ابتديت ان انا اخد بالمغرفه كده، ما يكونش كميه كبيره لان انا مش عايزه الكريب بيبقى تخين. وهبتدي ان انا اوزعه على الحله كلها كده، واول ما يتشمع كده هز الحله هزه بسيطه، وابتدي ان انا اقلب الكريب ياخد لون بسيط كده، وابتدي ان انا ارفعه من على النار. بس اهم حاجه اطلعه على فوطه واغطيه عشان يبقى طري. هكرر بقى الموضوع ده كله كده بنفس الطريقه. هعمل هخلص الكميه كلها كده بنفس الطريقه. سهل وبسيط جدا، وكمان مش بياخد وقت معاكي. يعني كده في نص ساعه يكون جاهز معاكي ما شاء الله، وزي العسل. شايفين شكله ازاي؟ ما شاء الله. بعد ما خلصت الكميه طري جدا، يعني بيتلم في ايدي لم من كتر ما هو طري. اهم حاجه بس اول ما نطلعه كده من الطاسه او الحله اللي احنا هنسوي فيها، او الصينيه ايا كان هو، لازم نغطيه عشان يفضل معايا طري. تمام. نيجي بقى لحشوه الكريب. النهارده انا هحشي شاورما فراخ. انت بقى عايزه شاورما، عايزه حاجه غير الشاورما زي ما تحبي. تمام. شاورما الفراخ انا عملتها معاكم قبل كده، فما حبيتش ان انا اجيبها في الفيديو عشان ما يبقاش الفيديو طويل. هسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت. اول حاجه كده حطيت كاتشب، وبعد كده حطيت شاورما فراخ، وحطيت جبنه. بس اهم حاجه ما كترش الشاورما عشان الكريب بتاعي يتقفل معايا كويس. تمام. التقفيله بتاعت الكريب سهله وبسيطه زي ما احنا شايفين. ابتديت بقى اشكل بقى، احط لهم بطاطس مقليه على حسب ما انتي عايزه بقى، وشكلي بقى في الحشوات زي ما تحبي. عندي بقى هنا صينيه، واهم حاجه تتسخن كويس، وهحط عليها كده فرشه من الزيت. وابتديت ان انا احط فيها الكريب، وابتديت ان انا اخليه ياخد تحميصه كده عشان يبقى الكريب محمص كده ولونه ذهبي وزي العسل. الكريب ما شاء الله اللهم بارك كله كده اخد لون ذهبي زي ما احنا شايفين، تحفه جدا. وكمان اخد قرمشه رهيبه. طعمه كان خطير جدا. طريقته سهله وبسيطه ومش مكلف خالص، على قد ايدينا وبضايه واحده بس. والنتيجة بجد تحفة جدا. شايفين شكله ازاي؟ يفتح النفس. بتمنى النهاردة طريقتي للكريب تكون عجبتكم. لو عجبتكم بقى متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بنزله على القناة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.